أسيوط تقصف بالطائرات، اليوم الذي أمطرت فيه السماء موتا على مدينة لا تركع. ربيع 1919 أسيوط. كان الهواء نفسه يغلي من الحماس. في لحظة واحدة انتشر الخبر كالنار في الهشيم: سعد زغلول اعتقل. فرت المدينة كالبحر حين تضربه عاصفة الحرية. خرج الجميع، حتى من لم يخرجوا من بيوتهم من قبل: الطلاب، الفلاحون، كبار السن الذين يتوكؤون على عصيهم، والنساء اللاتي رفعت الحجب عن وجوههن ليهتفن بصوت يفوق صوت الرجال. صار الشارع الواحد 1000 شارع، وصوت واحد يرج الأرض: الاستقلال التام أو الموت الزؤام. يوم 10 مارس انطلقت الشرارة الأولى. أضرب الطلاب، فتحولت المدارس إلى مراكز للتنظيم الثوري. انضم المحامون وأغلقوا المحاكم ورفعوا الأعلام المصرية فوق رؤوسهم كأنهم يحملون شمس الحرية. وفي وسط المدينة كانت تقف أهراءات التبن الضخمة التي بناها الإنجليز، أكواما شاهقة تمس السحاب، ومكبس عملاق يضغطها لتصير وقودا لحربهم. جاء شاب واحد لا يعرف اسمه حتى اليوم، أشعل عود ثقاب صغير فاشتعلت النيران بقوة. ارتفع اللهب عاليا في السماء، واستمر يضيء الليالي ل5 أيام متتالية. غطى الدخان الأسود الشمس، وصار صوت النار كأنه زئير إرادة لا تقهر. اقتحم الثوار المكان فأوقفوا المكبس ودمروا آلته، كأنما يقطعون شريانا من شرايين الاحتلال. اختفى محمد علام باشا وكل رجال الحكومة. لجأوا إلى المستشفى الأميري وأغلقوا أبوابه. تركوا المدينة بلا سلطة رسمية، لكن أسيوط لم تكن بحاجة إلى حاكم. تقدم المحامون ببدلاتهم الأنيقة فصاروا حراس المدينة. طافوا ليلا بمصابيحهم اليدوية، يهدئون الخائفين، يمنعون أي عبث، ويصرخون في وجه كل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام: هذه ثورة شعب، ليست فرصة للفوضى. لكن الحماس كان جارفا. توجه الثوار نحو مركز البوليس بعزيمة لا ترد، فتحررت الأسلحة ثم انطلقوا نحو الثكنة البريطانية. رد الإنجليز بالقوة، فسقط عشرات الشهداء في الشوارع، والدم يجري في المزاريب كأنه دموع الأرض على أبنائها. ثم جاء يوم 8 مارس، اليوم الذي لا يزال يروى بفخر وألم. قطار عسكري قادم من الأقصر يقل ضباطا بريطانيين عند ديروت ثم دير مواس. انقض الثوار من كل جانب بعزيمة لا تبهر. في دقائق كان القائم بوب بك ومن معه قد لقوا مصرعهم: 8 جثث بريطانية في عربات القطار. لأول مرة منذ 33 سنة احتلال يقتل ضباط بريطانيون على يد شعب قرر أن يقول كفى. ارتعشت لندن، وجاء الأمر من القاهرة: أخضعوا أسيوط مهما كلف الأمر. اعتقل المئات، ربطوا بالحبال وسوقوا إلى السجون. تحصن الجنود البريطانيون مع الأجانب في حصن مؤقت. هبطت طائرتان حربيتان من فوق النيل، ثم ألقتا قنابلهما. انفجار انفجار. تناثرت البيوت، علات صرخاتون الأمهات، وامتزج دخان الأهراءات بدخان القنابل. لكن حتى وسط الدم والنيران لم يركع أسيوط، واقفة ممزقة تنزف، لكن رأسها مرفوع وعيناها تحدقان في السماء التي قصفتها، وتقول بصوت خافت لكنه يزلزل الأرض: إحنا لسه عايشين ولسه هنعيش أحرار. كانت أسيوط في مارس 1919 مدينة قررت أن تموت واقفة قبل أن تعيش على ركبتيها.